السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الطالب بيحس ان هو حل كويس في الامتحانات، راجع وحسب لنفسه حسبة معينة والحسبة خلفت معاه. هقول لك في الفيديو اسباب الموضوع ده ايه. اول حاجة يا جماعة لازم تبقى عارف انك تحسب لنفسك حاجة وما تلاقيهاش، دي ليها عدة اسباب. اول سبب معانا ايه؟ المواد اللي ممكن يحصل فيها كده: احياء، عربي، وجزء من الجيولوجيا وانجليزي. طب ليه؟ هقول لك انا. خلينا نسيب الاحياء لاخر حاجه. العربي، انت عندك في العربي سواء قراءه متحرره سواء نصوص متحرره، النحو كده كده اجاباته معروفه، وكده كده لو 1000 مدرس حله هيحلوا النحو بال1000 الطريقه الصح، فده 1 زائد 1 بيساوي 2. طيب نيجي للقراءة والنصوص المتحررة. القراءة والنصوص المتحررة انت عندك الإجابات بتكون من وجهة نظر اللي حاطط في الامتحان حتى لو هي مش صح. بمعنى ايه؟ بمعنى هو جايب لك سؤال ب4 اختيارات، السؤال موجود في القطعة مثلا، انت شايف الإجابة كذا، فهو شايف ان الإجابة كذا وانتوا الاتنين اختلفتوا، انت واللي حاطط الامتحان. كده النتيجة بقت ايه؟ النتيجة بقت تخبط دماغك في اكبر حيط. انا اللي حاطط الامتحان، انت هتفهم اكتر مني، باي باي. فهنا لازم نعرف حاجة مهمة. في سؤال دفعة 2022 القطعة بتاعت اشرب اللبن، انا فاكر السؤال ده كويس. كان في سؤال مش فاكر بالظبط بس فاكر اختيار منهم، كان السؤال تهديد ولا حاجة تانية. فالسؤال انت تقف قدامه نص مدرسين اليوتيوب حلوه تهديد والنص التاني حلوه حاجة تانية. طيب انت مدرس كبير مثلا حليت السؤال كذا وتحسب التهديد، المدرس يخبط دماغه في اكبر حيط. خلاص اللي حاطط الامتحان نفسه قال لك ان هي تهديد مثلا، خلاص انت مفيش في ايدك اي حاجة تعملها. عشان كده المدرسين الكبار زي أستاذ رضا الفاروق، أستاذ محمد صلاح، أستاذ وليد محسن، أي مدرس ما بيحلش امتحان عربي. ليه؟ لأنه بيخاف. بيخاف وبقولها لك في وش الكل أهو، بيخاف من إيه؟ بيخاف إن هو يحل سؤال ويطلع غلط. هل هو غلط عشان هو غلط؟ افهم معايا، هو غلط لأن مثلا أستاذ محمد صلاح حلها كذا من وجهة نظر أستاذ محمد صلاح، ولو قرأ لك ال4 اختيارات هيقنعك إن ال3 التانيين غلط، ويجي اللي حاطط الامتحان يختار الإجابة مثلا ب وأستاذ محمد صلاح حللها ج، وأستاذ محمد صلاح قنعك بال4 إجابات إن باقي الصح فيه، واللي حاطط الامتحان حسبها ج. فأنت تبص، طب أنا أصدق مين؟ هل المدرس محمد صلاح ده مش شاطر لأنه حل غلط؟ فهنا تبدأ المصداقية تقل بين الطالب ومدرسه. أستاذ كبير قيمة أستاذ محمد صلاح ولا أستاذ رضا الفاروق تعبوا وعملوا شعبية من طلاب الثانوية العامة كبيرة في سنين، فمش هيغامر بها في حل امتحان، فيقول لك اشتري دماغي وما حلش الامتحان إلا ليالي الامتحان بتاعي ثالثه ثانوي دفعه 2025 بعد ما يكون طلع نموذج اجابه، بعد ما يكون طلع كذا، وهو بينه وبين نفسه مثلا بيحل. لو كان هيحل سؤال اول ما الامتحان يتعمل بينه وبين نفسه حلها ج، فلما يطلع النموذج الاجابه ويلاقيها د في نموذج الاجابه هيقنع نفسه ان ده الصح، ويبين اسباب تخلي ده الصح. يقول ليه اللي حاطط الامتحان حلها د، ويقنع نفسه ان ج غلط. ده بالنسبة للعربي. قيس على ده بقى قراءة متحررة، نصوص متحررة. عندك في الإنجليزي كانت بريك داون أو بريك داون، مش فاكر بالظبط، ولا كانت كيك اوف تقريبا، ولا مش عارف كانت بوت اوف ولا بريك داون. أنا مالي أنت تجيب لي ليه سؤالين يحتملوا إجابتين؟ أنا ذنب أهلي إيه؟ أنا عايز سؤال 1 زائد 1 بيساوي 2 هي إجابة واحدة، مالتي لينجوال ولا مالتي ناشونال، أنا مالي.
انا عايز السؤال يحتمل اجابه واحده. يعني ايه سؤال يحتمل اجابتين وصح ويبقى صح؟ انا مالي بده. ده امتحان في مستوى الطالب المتوسط يبقى امتحان يحتمل اجابه واحده، ده المفروض. والله مثلا انا هعملها كذا لان ده غلط، يكون في دليل ان ده غلط. انما الاثنين بنفس المعنى ويقول لك الاثنين هيتحسبوا صح، ولا ده تتحسب ولا ده تتعمل. العيال في الفيزياء ناقصه جايبين نص الدرجه بالظبط، تعالى لي وتقول لي هدي لكل طالب 10 درجات الاسئله المشتبه فيها. عايز تقنعني ان الطالب محلش غير 20 سؤال بس صح في الامتحان؟ طب ازاي؟ اعرف ناس كتير شاطره وجابوا درجات وحشه. طب ازاي؟ معقول السؤال بقى اللي يجي في البال هم ما خدوش الدرجات اللي قلتوا هتدوها وده عشان تهدوا الجو بس، وكان في لعب من تحت الترابيزه؟ الله اعلم. طيب ماده زي الاحياء بقى، وده انا سايبها للاخر. تعالي في امتحان ثانويه عامه احياء بيقيس مستوى فهم وفزلكه اللي حاطط الامتحان. بمعنى انه في ثانويه عامه دفعه 22 جاب لك سؤال قال لك الاقصاب بيحصل الاول ولا الانقسام ما يوزي الثاني؟ الانقسام ما يوزي الثاني الاول بيحصل ثم الاقصاب. انا مالي برضه؟ انت حسبتها لي انقسام ما يوزي ثاني ثم اقصاب. دخلت الكليه مدرسين او دكاتره في كليه الطب اشهرهم دكتور سامح غازي، واكتب على اليوتيوب دكتور سامح غازي وانت تعرف مين دكتور سامح غازي. قال لك الاقسام بيحصل الاول ثم انقسام ما يوزي ثاني. طيب انت بتتفزلك عليا ليه؟ انا ذنبي ايه البس درجتين في سؤال ملوش لازمه؟ سؤال ملوش لازمه. تحسب انقسام ما يوزي ثاني ثم اقسام. ليه تجيب لي سؤال اصلا علميا غلط؟ ليه تجيب لي سؤال علميا اتحسبت اقساط ثم انقسام ما يوزي ثاني وكل الدفعه غلطت فيه؟ ليه؟ ذنبنا ايه احنا؟ ليه تجيب اسئله في الاحياء انت عايز تتفزلك بيه؟ زي السؤال بتاع الفقرات العجزيه بتاع السنه دي، السنه دي دفعه 24. السؤال جاي انت جايب لي رسمه فقرات عجزيه صح؟ الفقرات العجزيه غير متمفصله مظبوط؟ جبت لي السؤال وكتبت كلمة باينة بالخط العريض، باينة بالخط العريض كلمة باينة. يعني هتعمل مفصل مع الحوض اليمين وهتعمل مفصل مع الحوض الشمال وهتعمل مفصل مع الفقرات القطنية ومفصل مع الفقرات العصعصية. ده لو ما كانش فيه كلمة باينة فتتحسب 4. انما انت كتبت باينة فالمفروض تتحسب 0. الطبيعي والمنطقي. اللي عرفته ان اتحسبت في نموذج الاجابه 4 ودخل لي في قصه طب وما طب. انا مال اهلي؟ انا دلوقتي انت بتحاسبني على منهج ثانويه عامه، انا بتحاسب يا جماعه انا بتحاسب على منهج علم ولا بتحاسب على منهج ثالثه ثانوي بس؟ انا مالي ان هي بلغه الطب الاجابه 4؟ ما احنا عارفين ان بلغه الطب الاجابه 4، بس طالب ثالثه ثانوي لسه ما دخلش كليه ايش عرفه ان هي بلغه الطب 4؟ ايش عرفه؟ يعرف منين هو؟ انت بتحاسبه على ثالثه ثانوي بس. في سؤال انا خدت درجته في ثالثه ثانوي وخدت درجته ظلم. انا بقول لك انا خدت درجته ظلم، انا معترف بده. امتحان ثانويه عامه دفعه 22 سؤال الايزومرات، انت قلت الاجابه كعلم انها غير حلقيه، فيبقى كانت الاجابه 1 هكسين 2 هكسين 3 هكسين وما نحسبش الالكان الحلقي صح؟ طالب ثانويه عامه ده كعلم تحسبها 3 كعلم مش كمنهج ثانويه عامه. كمنهج ثانويه عامه الاجابه المفروض تكون 4. انا عاملها 3 وبقول لك الاجابه المفروض تكون 4. كل المدرسين حلوها 4، الكتب حلها 4، مع انها في نموذج الاجابه اتحسبت 3 لان انا عاملها 3 ومقفل كده. بس الصح 4 كمنهج ثانويه عامه. لما تيجي تحاسبني ما تحاسبنيش كعلم، انت هتتفلسف عليا بعلمك. هتتفلسف عليا بعلمك، ما تتفلسفش عليا بعلمك. تتفلسف عليا بعلمك ليه؟ انت تتفلسف عليا بمنهج ثانويه عامه ماشي، حاجه في الكتب حاجه موجوده. زي برضو سؤال النوويه ولا النواه،
اسئله فزلكه، يعني اقول ايه بس، كلها فزلكه قسما بالله. انت عايز تتفلسف عليا، جيب لي حاجه في المنهج ما تقوليش علم بقى. انت دلوقتي لو جاي لك سؤال كعلم بتساوي كذا وكمنهج ثانويه عامه بتساوي كذا، هنا وهنا تختار اللي منهج ثانويه عامه. انا ماليش علاقه العلم بيقول ايه، وما تروحش تبحث لي على جوجل بقى، ما تعصبناش ويخش يبحث لك على جوجل والاجابه من جوجل بتقول كذا. هو الاجابه جوجل ده مصدر ثانويه عامه وانا مش عارف؟ انا مسؤول قدامي كتاب مدرسه، كتاب المدرسه بيقول المعلومه كذا كذا، وتبعا لمنهج ثانويه العامه الاجابه بتقول كذا كذا. احسبها ليه كعلما؟ هو انت لما هتيجي تحاسبنا على درجه المفروض تحاسبنا عليها كعلم ولا كمنهج ثانويه عامه؟ تجيب الاجابه اجابات تحتمل اكتر من اجابتين، اجابات زي بتاع كولين ستريس، مش فاكر السؤال بالظبط. ايه بتعملوه كده ليه؟ والله بتعملوه كده ليه؟ كان سؤال التشابه. بتعملوه كده ليه؟ اجيب سؤال يحتمل اكتر من اجابتين ليه؟ اجيب سؤال وصور مش واضحه ليه؟ اطلع بره المنهج ليه؟ بيطلع بره المنهج في ايه؟ في العلم. اصل انا بجيب علم، انا مالي ومال علمك يا عم؟ يا عم والله العظيم مصر كلها عارفه انك عالم، بص ومفيش زيك، ما جابتكش ولا. بس احنا عايزين منهج بنتحاسب عليه، مش اللي بيجي في دماغك انت. انا قاعد دي ودي، يلا طلع مصادري، الاجابه بتقول كذا بناء عن العلم الفلاني وفي موسوعه كذا الاجابه بتقول كذا. امتحان الكيمياء كله جاي من مصادر اجنبيه، كله بالارقام. كان في سؤال في دفعتنا جاي من جامعه اوكسفورد. شوف الفزلكه رايحه لفين. طب معلش في السؤال، يعني انت بتاخد سؤال كوبي بيست من جامعه معينه مش مصريه، امال انت لازمتك ايه؟ امال سموك مستشار ماده ليه؟ مش عشان انت اللي بتحط الامتحان ولا ايه؟ مفروض ما عندكش مخ تفكر بيه تحط الامتحان؟ ما عندكش مخ تفكر بيه تخترع اسئله في نطاق المنهج وفي نطاق منهج ثانويه عامه؟ يبقى ما تستحقش تكون مستشار في الماده الفلانيه. بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وكل واحد ما بيراعيش ربنا في صيغه حط الامتحان. وبس. ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله.